بأن بنفيكا لم ينتصر من 3 مباريات إلى مباراة واحدة على أرضه، وهو أفضل يلعب خارج ملعبه. ولكن مباراة اليوم لا، أنا أعتقد أن برشلونة سوف يكون ند قوي جدا وصعب في هذا الملعب، وخصوصا ثلاثي الوسط. بين سبورتس مباشرة إلى عصام الشوالي، ركلة البداية في ملعب النور، لقاء بنفيكا برشلونة بيريا بين إسبانيا والبرتغال، البارسا وبنفيكا، عملاقي أوتاميندي. التسديدة الأولى على المرمى والكرة السهلة من لامين يامال للحارس الأوكراني بافيديس. الخطورة الأولى لبنفيكا والهدف الأول لسفر، هدف الافتتاح من أول كرة دارت الأطراف من جهة اليمين من جهة كوندي. فريق بنفيكا في ديربيات البارسا وملاقاة الريال يلقى دائما فريقه ويتحدى عملاقي الليغا. شوف الكرة كيفاش وصل الكرة، كاريراس يوزع كرة والهدف الثاني يضيع. مش ممكن. كوندي ممتاز، ترجع الكرة لامين يامال، حط الكرة لفريق بنفيكا، خطيرة وفرصة كبيرة للتعادل. مباراة من نار، 10 دقائق حلوين برشا، ممتعين جدا. بنفيكا يدافع، البارسا يهاجم، وبالدي نو بنالتي، خطأ ما فماش، ركنية اوه، هل فيها لمس؟ فيها إعاقة في رأيي، ماكالي ما شافهاش. يرجع يشوف بعد 6000 مرة، فماش كليرش. الحكم ماذا قال؟ بينا الكرة للليفا، يمشي الكينج ليفاندوفسكي ويسجل هدف التعادل لبرشلونة. هدف التعادل هو ثعلب، خطيرة، والثاني اللعنة يا جوتمان، ولكن يتصدى الدفاع والحارس للمخضرم اوتاميندي يضرب الدفاع، يخرج الحارس، تعمل فرصة، الهدف الثاني. مش ممكن جول اليوناني. أفلاطون وأرسطو سقراط عندهم رجال الحربية، عندهم شعراء. بافليديس يقول أنا في بلاد الإغريق، أنا من أغرق برشلونة بأي طريقة تسألت. هدف كوميدي يقبله برشلونة، بالدي مان، والصدمة الثانية من اوفسايد، اوتاميندي، بافليديس يراقب ويسجل الثاني، الهدف الثاني لنادي بنفيكا. أي مباراة، فرصة للثالث، مش ممكن، في إعاقة الحكم يقول ضربة جزاء للصقور عادت لكم لتحلق. مش ممكن في دار بالدي يرتكب المحظور، الحارس يغادر ويرتكب الخطأ، وبينالتي ضد تشيزني من أجل التقدم أكثر، وتشيزني للإيقاف، يمشي والثالث. بافليديس هات الهاتريك، بافليديس جول 3. بافليديس شاق الفوتبول 3-1 بنفيكا في نصف ساعة نار، وبافليديس اللي سجل جول في 6. هذا التوجه الهجومي أمام فريق خطير، الهجمات المعاكسة، ومشكلة على يونغ بويس السويسري في كاتالونيا، والكرة تمشي والكرة تجي ممتازة. لامين يامال أول حضور، وفي خطأ ضد لامين بولاندي، هي كرة الأمل يا ليفا، والتوزيع تصدى الدفاع من اوتاميندي، واقف مليح الأرجنتيني، تمشي كرة خطيرة، والثانية رافينيا. مش ممكن رافينيا بعد هدية من دفاعات لشبونة. رابيو الجريكي اليوناني، يوجد في اليونان ما لا يوجد في كبار القوم. رسميا الشوط الأول خلص هنا في استاد الدالوث تحت تضيف إلى التحليل ليفربول قبل هدف. أرسنال دخلت بالدي وفرصة للرابع والركنية، وقفنا عند بالدي. الرابعة روخو برقم 4، 2 كوبارسي، 8 بيدري، كاسادو، جافي، يامال، رافينيا عن طريق بيدري، كوندي ويضيع الفرصة. كوندي فماش تسلل الفرنسي أودر 3-2. فالليلة ليلتك يا فليك. الكرة ترجع، مراوغة ممتازة، وين يريد الكرة تمشي، عرضية توصل، الهدف الرابع سوبر هاتريك يا ابن اليونان.
السوبر هاتريك يا ابن اثينا، من اثينا ولا من هيراكليس ولا من سالونيك. ليقي مرة الرابعة يصعد فرناندينو يمشي بالكرة اقوى محترم برونو يحتاج يقلب. لشبونة تستعرض وضرب الدفاع خطيرة والرابع فرصة والرابع مش ممكن ضاعت الفرصة. فرصة الهدف الرابع هدر النرويجي ابن اوسلو اورسناس يا نسناس ضيع الكرة بأمل العودة يا لامين. ترجع كرة وسط الميدان إلى خطورة من جديد ودفاع وارتباك وتحذير وتسديد وبرافو كوندي. ترجع الكرة مرة أخرى بيدري هذه خطيرة بيدري ليفاندوفسكي محط الساقو والفرصة تضيع. تغييرات من المدرب برونو يدخل رقم يدخل ديونج. هذه التغييرات وخروج كاسادو مارك كاسادو غادر ايضا جافي يغادر الثنائي جافي. بيدري يشوط كرة بيدري والحارس. في هكذا وضعيات دفاعية معقدة لابد من التسديد. احسن الصنع بيدري والهدف الثاني لبرشلونة. الهدف الثاني كرة مباغتة. ماذا اخطأت وماذا أهدرت واللقاء يفتح من جديد. التوسيعة والرباعية ما زالت قائمة. فرصة متاحة كرة سانحة والرابع والهدف الرابع. مش ممكن يا روخو. البابليديس عجيب. سحار يا بابليديس يضغط على روخو. هذا الهدف الموعود السادس كان للثالث أم لرابع؟ الإجابة هي في مرمى فريق برشلونة لمرة الرابعة عن طريق رقم 4 أروخو. فيها برشا حظ الكرة كيفاش وصلت كيفاش تعدات. يدخل الباع ويدخل دي ماريا يدخل في هكذا توقيت في هذه المباراة. درج كارم سجلت في 10 سجلت فيك 11. إن كنت أنت عملاق إسبانيا فأنا كبير البرتغال. الكرة عن طريق بيدري خط لمين فرصة مش ممكن والحكم يقول ضربة جزاء بينالتي لبرشلونة. تعدمونه وتقول خلاص خسر برشلونة. ملا ماتش وملا طرح مهبول طرح مجنون مع تروبين ليفا ويحطها في نفس المكان. خفت عليك يا ليفاندوفسكي. فليك يوري وجهه كان في الأعراس وفي الحفلات. وال4-3 لبنفيكا. مين الهربة لمين والشوط حط الكرة والرابع مش ممكن ضيعها الرافينيا. ضاعت من رافينيا يلعب بالراس ممتازة. هرب رافينيا ولكن دخل الدفاع. ضربة مرمى. شوف الروح بتاع الفريق البرتغالي. هذا الفقر من وبيدري وفرصة 4-4 ماتش للتاريخ. يلعب كرة بالراس الرابع. الهدف الرابع هو 4-4 برشلونة سجلها إيريك غارسيا. ما هذا يا كتالوني؟ من راهن على خسارتكم مجنون ومن راهن على عودتكم يعشق برشلونة ويفهم برشلونة ويعرف سر هذا البرسا. يمشي لمين؟ هي الخامس مش ممكن الكرة للخامس. يستاهل بنفيكا النقطة للشوط الأول. برونو أنت مسؤول والخمسة والهربة. اقتلوني الآن مش ممكن وتشيزني ما أفسده في الشوط الأول أصلحه في الثاني. تشيزني صلح كل شيء. تشيزني ينقذ كل إلى كورة إلى مباريات إلى إثارة الشامبيونز. أيام زمان يا رابطة الأبطال. أيام زمان يوم الاثنين. الكرة تمشي مرة أخرى تحت لنا بيوم وأيام يستحط له بذكريات أندرياس. يا الرفاه
4-4. الأذنية تمشي خطيرة. الخامس من ليفاندوفسكي. حذاري وتشازني. ملعوبة عرضية ومرت الكرة وفي خطرة للشبونة الأخيرة لبنفيكا. انذار على الكتالوني رسميا. يا ديونغ لن تفوزوا في أرض الصقور من 2012. لقاء تاريخي بين جو وبين تمشي عرضية خطيرة فممكنية بينالتي. يقول العب والكرة ما زالت والفرصة متاحة والتسديدة التي ستأتي مش ممكن. وصلت مش ممكن. فما يعرفش يكون حكم. مش ممكن. ملا ماتش. يلا جول. يلا جول. كان جول يا الرافع. مش ممكن على كرة القدم. مش ممكن على كرة القدم. طورة يا كاتب التاريخ تيجي الليلة واكتب. مش ممكن. شوف الكرة هل فيها بينالتي هل فيها إعاقة. تشيزني ينقذها مرة أخرى. هذا السيناريو يا شباب لا عمرها ما صارت. والهدف الخامس ما فماش بينالتي. يقول مكالي فعلها الرجال كتبها الرجال صنعها برشلونة في ليلة الأبطال. فما ورقة حمراء ورسميا تنتهي المباراة. تنتهي الأسطورة. تنتهي واضحة. رافينيا 1 contre 1.